نتائج مباريات الدوري المصري سواء الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز وإنبي، ومعايا كمان نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا دور نصف نهائي مباريات ريال مدريد وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ معاكم الفيديو يا ريت ما تنسوش باللايك. عايز اوصل بالفيديو ده بعدد من اللايكات والاشتراك في القناة، ده شيء اساسي. عايز اوصل ل 1000 مشترك. نروح الاول على مباراة النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، والنادي الاهلي فاز على النادي الاسماعيلي 2-1، ولكن ما زال عناد مارسيل كولر. يعني عناده ده وصل للنادي الاهلي امبارح، كان الاسماعيلي كان هيتعادل مع النادي الاهلي امبارح. النادي الاهلي كان متقدم 2-0 والاهلي كان راكب المباراه، والاهلي كان هيسجل الثالث والرابع لو كان فاضل الريتم بتاع المباراه كان ماشي كده، كان الاهلي كان هيسجل الثالث والرابع. ولكن ياتي مارسيل كولر في الدقيقه 70 يطلع وسام ابو علي ويطلع امام عاشور، وينزل موديست. وامام عاشور طلعه ونزل ايا كان مين اللي نزله مكانه. المشكله مش في امام عاشور واللي نزل مكانه. المشكله يا جماعه في موديست يا جماعه لما نزل الملعب. يعني تحس كده ان هو موديست نزوله في الملعب ادى نشاط للنادي الاسماعيلي ان هو يكسب النادي الاهلي، ان هو يتعادل ويكسب النادي الاهلي. يعني انا مش عارف، انا مش لاقي مبرر ان مارسيل كولر ان هو ينزل موديست الملعب. طب انت عايز تريح، انت عايز تريح وسام ابو علي. عندك كهربا بره، كان ممكن تنزله، ما كنتش هتحس باي حاجه خالص. بالعكس ده هو كهربا لما بينزل بيحب يثبت نفسه وبيحب يجيب اهداف. حتى لو الاهلي بيخش يسجل اهداف كهربا بيجري وسريع وبيضغط على المدافعين. ما كانش خلى النادي الاسماعيلي ان هو يجيب جون. حتى النادي الاسماعيلي يجيب جون بعد خروج وسام ابو علي بعدها بخمس دقائق في الدقيقه 75 تقريبا او 76، النادي الاهلي يعيش 15 دقيقه من الدقيقه 75 للدقيقه 90 وكمان 5 دقائق وقت بدل ضايع تلت ساعه. النادي الاسماعيلي كان ممكن يخطف هدف في اي ثانيه بعد ما جاب بعد ما جاب الجون الاول في الدقيقه 75. تلت ساعة الإسماعيلي كان ممكن يجيب جون في أي ثانية في التلت ساعة ديت، لولا تألق يعني مستمر في التألق. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه من الإصابات. مصطفى شوبير بسم الله ما شاء الله. مصطفى شوبير ناقصه حاجة واحدة بس، إن هو يصد ضربة جزاء. مصطفى شوبير لو صد ضربة جزاء يعني بعد كده هيصد كل ضربات جزاء. انا متاكد من الحته دي، وناقصه بس الحته ديت ياخد ثقه بس انه يصد ضربه جزاء. لكن غير كده يا جماعه مصطفى شوبير بسم الله ما شاء الله طول المباراه، وخاصه في اخر ربع ساعه لما نادي الاسماعيلي مسك الكوره بسم الله ما شاء الله. يعني سد كور كتيره قوي واهداف محققه، وخاصه اخر كوره في اخر المباراه في اخر دقيقه، كوره بصراحه شالها باعجاز، واقف في مكان مظبوط واترمى على الكوره بصراحه بشكل. انا قلت جون بصراحه، كنت حاطط ايدي على قلبي وقلت الكوره دي جون. مش ممكن يعني اما يكون عندك تشكيله بسم الله ما شاء الله النادي الاهلي، يعني 95% بل 99% من تشكيله النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله رجعت كلها. وانا يعني انا قلت تشكيل، يعني انا كنت متوقع ان هو هيريح اللعيبه في المباراه اللي زي ديت. قلت لكم تشكيله النادي الاهلي قبل المباراه، يعني 90% من اللعبه اللي انا قلتها ما لعبهاش والحمد لله. انا كنت متخاف، كنت قلت لكم على تشكيله، اللي عايز يشوف التشكيله قبل المباراه يشوفها. انا قلت تشكيله غير كده خالص، ما فيش غير اللي انا قلته. قلت اكرم توفيق صح، وقلت بيرسي تاو صح. هما الاثنين دول بس انا قلتهم صح، وبقيه اللعيبه كلها انا كنت بقول هيريحها وهينزل لعيبه تانية 2 أو 3 بس انا قلت لهم صح. بس الحمد لله ان هو نزل التشكيل، هو نزل بتشكيله صح. انت بتلعب مباراه صعبه وانت متاخر، ونادي بيراميدز كسب وعنده 38 نقطه، كان لازم تكسب المباراه اللي زي دي. انا مش عارف مارسيل كولر ما زال بيعاند نفسه زياده عن اللزوم، انت طلعت حسام ابو علي، نزل كهربا عشان ما تحسش بالفرق. نزل كهربا، نيستي نزل ما لمسش كوره غير هي كوره فاول بس بره المنطقه، وانا حاسس اصلا ان هي ما فيهاش حاجه كمان. يعني انا بتمنى ان مارسيل، انا الحمد لله المباراه انتهت بفوز النادي الاهلي، بس فوز طبعا بصعوبه بعد ما كان النادي الاهلي كان راكب المباراه وكان هيدخل الثالث والرابع.
النادي الاسماعيلي جاب جون وكان هيتعادل مع النادي الاهلي، وكانت هتبقى كارثه بصراحه لو كانت اتعادل معانا بعد الاداء طبعا والتشكيله المبهره بصراحه اللي هو نزل بيها والرجوع النادي الاهلي ورجوع اصابات النادي الاهلي ده رجعت تاني مره اخرى. فكان لازم النادي الاهلي يكسب امبارح باللعيبه دي، كان لازم النادي الاهلي يكسب، والاهلي كان كسبان 2-0 والاداء ماشي معانا، والاهلي كان راكب الماتش واداء خرافي بصراحه. فانت تنزل موديست ان اللعيبه التانيه يعني انت يعني احنا كلنا عارفين ان النادي الاسماعيلي ما بيلعبش كرات طويله، وانت كمدرب اكيد جار النادي الاسماعيلي. يعني النادي الاسماعيلي بيبني هجمه من تحت، مش بيلعب كره طويله. لا، النادي الاسماعيلي بيبدا هجمه من تحت، من اول الدفاع لحد خط الوسط وبعدين الهجوم وبعدين يروح عند المرمى. النادي الاسماعيلي بيعمل كده. فانت تنزل لهم موديست اللي هو اساسا ما بيعرفش يضغط على المدافعين، فتخلوهم هم يضغطوا عليك. فانا اتمنى ان مارسيل كولر يكون اتعلم من الدرس بتاع امبارح وما يكررهاش تاني. نزل وسام ابو علي، نزلت وسام ابو علي وعايز تريحه عشان خاطر الارهاق والماتشات اللي جايه، طلعه ونزل كهربا. يعني انت عندك بديل ليه اهو، عندك بديل وسام ابو علي، عندك كهربا بسم الله ما شاء الله كويس، لما بينزل الملعب ما بنحسش الفرق بينه وبين وسام ابو علي كتير قوي يعني. لا، كهربا بيحب ينزل، بيحب يجيب جون وبيضغط على المدافعين، حتى لو ما جابش جون بيلخبط المدافعين وبيضغط عليهم وبيخلق فرصه، بيحب يجيب جون. انا بحب المهاجم اللي زي كهربا، حتى لو ما جابش جون عنده روح، بيحب يجري بيلخبط المدافع. فانا اتمنى طبعا ان مارسيل كولر طبعا يتعلم من الدرس بتاع امبارح. الحمد لله ان النتيجه كانت في صالحنا 2-1 الحمد لله، والاهلي كسب ورحنا على النقطه 24. اي نعم ما تقدمناش في المراكز، لان احنا الاهلي قبل المباراه كان عنده 21 نقطه والفريق اللي جاب لنا عنده 25 نقطه، الاهلي وصل للنقطه 24. فالاهلي طبعا لسه بتاجل له ماتشات مؤجله. انا دلوقتي هقول لكم على الاهلي فاضل لعب كام ماتش وكده. فانا طبعا يعني حبيت اتكلم بس على النقطه بتاعت ان انت تطلع وسام ابو علي وتنزل موديست. يا جماعه مفيش مقارنه، الاهلي كان بيلعب ناقص. عارف انت لو كنت طلعت كهربا، طلعت وسام ابو علي، ما نزلتش موديست، والله كان هيبقى ارحم من كده. انا حاسس ان موديست وجوده في الملعب بيدي نشاط للفرقه الثانيه اللي بتلعب ضدك. اه والله فعلا كده. موديست بيدي نشاط للفريق اللي بيلعب جبالك، بيحفزهم، بيدولهم حافز، يقول لهم انا نزلت اول هاتوا جون بقى، هاتوا جون. فانا اتمنى طبعا ان مارسيل كولر يتعلم من الدرس اللي حصل امبارح. كانت هتبقى مصيبه وكارثه لو كانت تعادلوا معانا بصراحه. الاهلي مش ناقص يعني، اي نعم انت فاضلك ماتشات مؤجله بس الله اعلم هتكسبها كلها ولا لا. يعني لو فضلت في عنادك ده وتنزل موديست في اخر الماتش 2-0 يا جماعه، نتيجه مش مطمئنه. 2-0 طلعت 2-0 يجيب جون فاضل ربع ساعه وهوب ممكن يجيبوا التاني، تعادلت وخسرت نقطتين. فانا اتمنى طبعا ان مارسيل كولر طبعا يتعلم من اخطائه وبعد كده ما ينزلش موديست. يا ريت يمشيه ويدوا له الفلوس بتاعته هو هناك في الفرقه بتاعته، ولا هو قاعد في بيته. يا جماعه وجود موديست في النادي الاهلي حتى لو مش في القايمه عامل لي ازعاج كمشجع اهلاوي، عامل لي ازعاج والله فعلا. فاتمنى طبعا ان مارسيل كولر يتعلم من الدرس ده وما يستمرش في العناد وما ينزلش موديست تاني بصراحه. هنروح بقى اقول لكم بقى على الماتشين اللي اتلعبوا امبارح. هما ماتشين هقول لكم عليهم وبعدين نخش على ماتشات دوري ابطال اوروبا دور نصف النهائي الذهاب. النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. طبعا النادي الاهلي كسب بنتيجه 2-1 كده. النادي الاهلي عنده 24 نقطه في المركز ال11 ولعب 12 مباراه. اما نادي الاسماعيلي بعد هذه الخساره سيبقى رصيده عند النقطه 19 في المركز ال13 ولعب 20 مباراه. المباراة التانية معانا بيراميدز وانبي، وقدر نادي بيراميدز ان هو يخطف هدف ويستمر اللقاء على كده واللقاء يخلص على كده ونادي بيراميدز يفوز على انبي 1-0. كده نادي بيراميدز بعد هذا الفوز عنده يرتفع رصيده الى النقطة 38 في المركز الاول ولعب 17 مباراة، يعني زيادة عن النادي الاهلي خمس لقاءات.
يعني لو النادي الاهلي فاز ماتشاته اللي جايه كلها هيعدي بيراميدز بنقطه واحده بس، ده لو فزنا الخمس ماتشات. الله اعلم من الماتش من الفرق اللي جايه، من الفرق اللي هتجيب لك الماتشات اللي جايه. كان معايا الجدول والله بس نسيت ان انا احضره معايا. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هقول لكم على الماتشات اللي متبقيه للنادي الاهلي قبل مباراه الترجي، مباراه الذهاب. النادي الاهلي لسه هيلعب تقريبا 3 4 ماتشات في الدوري قبل مباراه الذهاب. كده قلت لكم نادي بيراميدز كسب انبي 1-0. كده نادي بيراميدز عنده من النقاط 38 في المركز الاول ولعب 17 مباراه. اما نادي انبي عنده 29 نقطه برغم الخساره، عنده 29 نقطه في المركز الرابع ولعب 20 مباراه. اعتقد ان نادي انبي السنه دي يعني الى حد ما كويس، احسن من السنين اللي عدت. ده بالنسبه لماتشات الدوري المصري، الماتشين اللي اتلعبوا امبارح. نخش بقى على دوري ابطال اوروبا. اول مباراه معانا ريال مدريد كان بيلاعب بايرن ميونخ وتعادلوا مع بعض بنتيجه 2-2. طبعا يا جماعه انا مش عايز اقول لكم ماتش الذهاب وعوده، لان طبعا عندهم في اوروبا مفيش حاجه اسمها ذهاب وعوده. بمعنى كلامي ان الهدف هو الهدف، مفيش حاجه اسمها بلعب بره ارضي دخلت جون يبقى باتنين، مفيش حاجه اسمها كده في اوروبا. الحاجه دي اتلغت. هو الهدف بهدف جوه ارضك زي بره ارضك، هو الهدف بهدف. تمام كده. ريال مدريد وبايرن ميونخ 2-2 دي مباراة الذهاب. المباراة الثانية معانا بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان. خلصت بنتيجة 1-0 لبروسيا دورتموند. وبكده اكون خلصت معاكم نهاية فيديو النهارده. اتمنى من اي حد شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك فضلا وليس امرا. يا جماعه لو بتنسوا اللايكات، انا بشوف التعليقات والكومنتات اكتر من اللايكات. يعني انت بدل ما تكتب الكومنت وتقعد فيه دقيقة تكتبه، لا اللايك مش هياخد منك ثانية واحدة بس، اقل من ثانية كده اهوت اللايك بقى انت كده خلصت. هو ده مش تقصير منكم، انت اللايك ناس بتنساه فعلا. فيا ريت يعني لو حد وصل لو حد وصل معايا وسمع الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. وطبعا الاشتراك في القناة ده شيء اساسي، عايز اوصل ل1000 مشترك. والسلام ختام.